أسطورة الهندسة المعمارية على مستوى العالم كله. انطلاقة تاني يا ولد يا كرة القدم ومتعتها، يا كرة القدم وإثارتها. نتحدث عن أسطورة معمارية هي زوها حديد، المهندسة العراقية ابنة الموصل، إلا وكان لابن تونس الخضراء بصمة جديدة وسريعة. ما هذا اللقاء الممتع، ما هذه الإثارة. العربي يعود من جديد ويضرب بيد من حديد. لكن ايه الرؤية الجميلة دي، ايه يا مسكني ده، ايه اللي انت عامله ده. سجل الهدف الاول، قلت له حبيبي يا نور العين، هل هتقدر تسجل هدفين؟ والله وجاني الرد جاني، ولقيتها بتستناني وقالت لي انا من الاول بضحك لك يا اسمراني. هي بتضحك. احنا نشوف ماتش احسن من كده من فرق كبيره واللعيبه امكانياتهم كويسه. المانع ادي العاليه فوق يا ولد اخيرا عملوها. النمس التونسي بالنادي الاهلي بدرو ميغيل. توقيت كان مناسب جدا. حارس المرمى الحقيقه مروان لا هو طلع ولا فضل في مرماه، ومش رايح عشان يلمس، ده رايح عشان يصد. التكنيك بتاعه كان غريب جدا، البوزيشن بتاعه كان غريب جدا، ولكن المساكني يقابلها حسن المعاد ويسكن على طول يطلع دفاع نادي الدحيل. انطلاقه تاني من جديد. المساكني يصوب. يا لها من خضراء، يا لها من تونس الخضراء. ومن خلال يوسف المساكني يفتتح اول اهداف اللقاء بعد دقيقتين 2. حبيبي يا نور العين، من عارف يمكن يسجل هدفين من تونس الخضراء. حضر الى الدوحة ليلقي ويقد. الفار ممكن يقول الغاء للهدف ولمسة يد على يوسف المساكني، ممكن، لكن هل جت في الايد في المكان اللي مش مسموح للاعب ان يلمس الكرة بيه؟ هل لغايه الكم او التيشيرت من فوق كده؟ نعيم يزن والمساكني يوسف ياتي، ولكن هو مطرود منه لعيب ما ننساش عمر علي من الدقيقه 59. وادي لوكاس مينديز بطيء شويه في الاستارتات. لوكاس مينديز وادي فرصه عبد الله معرفي، فرصه الرابع لا بالاربعه باتت مقنعه. العربي عاد اليكم من جديد، العربي يعود قبل السوق بعد التعادل مع السد والاهلي والخساره من الغرافه. الان يفوز وبالاربعه. عبد الله معرفي احد بدلاء يونس محمود. هنا لم يكن هناك تسلل ابدا، فترينت اللاعب الاسترالي كان مغطي بكتير. وعمر السومه هدفين واسيست، رجل المباراه الاول. العربي يستحق الانتصار وعن جداره. سيرفع العربي رصيده الى النقطه رقم 26، سيبقى في المركز الخامس. ولكن الدحيل اللي فاز على السد بالثلاثه سيرفع رصيده الى النقطه رقم. خلاص لابد الان من رده فعل. كرة العوم، لابد من ردة فعل. واتت، ألم ترون بأنها أتت؟ مين؟ ساحر شرق ولع الديربي، اشتعل الديربي. مساكني يا لعيب، راس لمساكني تأتي الآن ويسجل لدينا النادي العربي هنا هدف تخليص نتيجة، ويسجل هدفا جميلا. حاول لدينا فهد يونس ولكن كانت قوية. تونسي ابن الخضراء يضعها في المرمى ويسجل لدينا عن طريق ديوكو وحمد منصور راجح، لكن العربي لحتى الآن لا تيمن العربي وعندهم المساكني، لا تيمن العربي وعندهم المساكني، ليس بعده المساكني ينقذ ليلة العربي. المساكني ينقذ العربي، ساحر
خسارة أهل شرق. ساحر شرق يرفض خسارة أهل شرق. العربي موجود 2-2 وهنالك وقت. هل من رومونتادا؟ هل من رومونتادا؟ هل من أمر؟ هل من سيناريو؟ وين يا ديالو؟ وين يا ديالو؟ مرت يا ديالو، مرت يا ديالو. عادل العربي، لم يخسر العربي. معدل تهديفي ضعيف جدا بالنسبة للمرخية، وهنا ثاني الأهداف ربما يأتي من يلغي لي هدفا أعيد الأمر ولكن بالطريقة الأجمل. هذا شيف طبخ. نعم يوسف المساكني عندما يأتيك طبقا لا يلبي طموحاتك ومعاييرك ولذلك تقول أعيدوا لي، ولكن يأتي بوصفة أجمل، يأتي بشكل أجمل ويأتيك بطبق أجمل وأروع. هنا بدأ السحر. راح مر. ليش؟ في حجالة بالله عليكم، ألم يكن ساحرا في الكرة الماضية؟ يبتعدون عنه، يروحون عنه، يشردون منه داخل منطقة الجزاء. وين راح هذا؟ وين راح؟ بالله عليك كلموني، عبروني، قولوا لي عن اللاعب محمدونا بسار. هو سار، راح عنه بعيد، وخر وسد، دخل في العمق وخرج هلال محمد الباك الشمال. والتعادل. نعم عاد إليكم من جديد. إنه المساكني يا سادة ينام ويرجع خارق للعادة. نعم يتقدم النادي العربي بهدف التعادل، وهذا ما تحدثنا عنه، أن لاعبي الوكرة قد يندمون وبالفعل يا عيني على الباص الأمامي مش اوفسايد أبدا. أدي المساكني اللي ضرب خط الظهر بالباص الجميل وبكل هدوء وبكل ثقة يتقدم لنادي العربي بهدف التعادل 1-1. الله. المساكني يظهر النمس ويقلع طاقية الإخفاء، والجمهور العرباوي في المدرجات. سوما موجود، وقفة هدف. عندك ايضا انت وين هذه الكرة الخطيرة الان؟ هل تكون في المرمى ام تكون في حائط البشري؟ الكرة من عمر. الله، نعم تقول سجلني، ولكن ساحرهم ساحر شرق يوسف المساكني يسجل إذا أول أهداف النادي العربي بعد كرة ثابتة قوية كانت من عمر السومة، تصدى لها لؤي شريف، وكانت بعد ذلك التكملة، وكان بعد ذلك الهدف الذي كان حاضرا من يوسف المساكني. 1 العربي لا شيء المرخية. راح نشوف بلا شك عملية الإعادة، وهل كان يوسف المساكني في موقف سليم؟ هذه الكرة سليم يا يوسف، سليم. 1 لا شيء. نعم التحرك الذي كان بعد الكرة، وهنا يأتيك حسن التقدير والتدبير والتوقع والتحرك والتمركز والتموضع ولذلك فرصة لفريق الأحلام بعد ما صنع هدف جميل للسومة. المساكني بالثلاثة يعودون وأي عودة. نعم يعود فريق الأحلام لتحقيق الحلم بتكملة المشوار وتحقيق الانتصار وبداية مشوار إلى منصة الكبار، فهم من كبار الكبار. نعم ضربة الجزاء، يوسف المساكني يسجل، حطها على يسار حارس المرمى خليفة أبو بكر بقوة. خليفة أبو بكر راح اليمين، هي اتحطت على الشمال. يا جماله على شماله حطها له. 3-3.